عرفنا في الملخص السابق إن أخو تشين راح لها في الأكاديمية علشان يقنعها تروح لصالة المراهنات، وإلا راجل العصابة هيقضي عليه لأن عنده ليه فلوس كتيرة جدا. وبيشوفها وانج والجميع وهو كان متضايق جدا، وده لأنه كمان ما كانش يعرف إنه أخوها، وإنه كان حاسس إنه راجل محتال بيجر تشين لأي شيء غلط. وفي آخر اليوم بتروح تشين علشان تنقذ أخوها فعلا، وفي صالة البلياردو للمراهنات بياخد راجل العصابة تشين من إيديها وقال لها أنت المرشحة للفوز النهاردة. فقال أخوها أكيد تشين هتفوز، فقال لها راجل العصابة أنا عارف إنك عايزة تفوزي بس ما تنسيش اللي أنا قلتلك عليه. فقالت له تشين فاهمة قصدك، انت عايز ان انا اخسر. فقال لها بالظبط، شاطرة، انا عايز اكسب فلوس رهان الناس عليكي، انت ذكية جدا، يلا روحي وهتابع ادائك بنفسي. فزعل اخوها جدا وقال له بس ده ما كانش اتفقنا ان تشين تلعب وتفوز كمان. فقال له راجل العصابة تشين بنت ذكية جدا وهتنفذ كل كلامي. فسألها اخوها انت موافقة على كل كلامه ده؟ ناس كتيرة جدا مراهنة على فوزك، وبمجرد خسارتك محدش هيسيبك تمشي من هنا حية. فقالت تشين لراجل العصابة أنا موافقة أخسر، لكن بشرط واحد بس، إنك ما تضايقش أخويا بعد كده وتنسى كل فلوسك اللي عنده. فالله راجل العصابة موافق، وبالفعل بتطلع تشين حلبة المراهنات والكل عمال يحييها وبيشجعوها تكسب. بس تشين كانت مجبرة تساعد أخوها، وفعلا بتبدأ الجولة وبتلعب تشين في الأول لعب كويس جدا، لكن بعد كده بتتعمد تشين تخسر. وقبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويا ريت تشترك في قناتنا الاحتياطية كاريكاتون بالعربي اللي هتلاقي رابط بتاعها في صندوق الوصف تحت. ولكل محبين ملخصات المانجا هتلاقي رابط قناة مانجا تون موجود في صندوق الوصف تحت. وبعد ما بتتعمد تشين تخسر والكل متفاجئ ومتضايقين جدا منها، وراح واحد منهم رميها بعلبة المشروب واتعورت تشين، وكل ده رجل العصابة سعيد بالأرباح اللي هياخدها. وفي النهاية لما بتخسر تشين الجميع بيصوتوا واللي بيشتمها وكلهم غضبانين منها جدا. وراح واحد منهم رامي عليها زجاجة اتكسرت راسها وراحت واقعة من قوة الضربة، وكلهم عايزين يضربوها بسبب أموالهم اللي راحت في المراهنة عليها وبيطالبوها ترجع لهم فلوسهم. وفجأة بيوصل عدد كبير من الحراس الشخصيين لتانج، والناس عرفت ان في حد مهم داخل، وطلع انه تانج وي ابن اكبر عائلات مالكين صالات البلياردو في البلد. ولما منعوا واحد من الصاله بيحميه احد حراسه، فسالت تشين هو انت بخير؟ فقالت له اه. ولما راح لها يطمن عليها اخوها ساله تانج وي من غير ما يعرف انه اخوها هو انت السبب في كل ده؟ فقالت له تشين ان ده اخوها. فخدها تانج وي علشان يمشوا، ولما حاول يتدخل رجل العصابة ويمنع تشين انها تمشي منعوا حراس تانج وي. فقال له تانج وي بعدين هعرفك غلطك. وفي خلال رجوعهم بيسأل تانج وي تشين هو الولد اللي شافه ده اخوها فعلا؟ فقالت له تشين اه. ولما سألته ازاي عرف مكانها فقال لها انه شك لما اخوها جالها المدرسة قبل ما يعرف صلته بيها من الاساس، وكان حاسس ان في حاجة سيئة هتحصل فعلشان كده راح وراها. فقالت له تشين يطمن لان اخوها مش هيروح لها المدرسة تاني. ولما بتنزل تشين بتشكر تانج وي وطلبت منه يخلي اللي حصل ده سر ما بينهم. وتاني يوم بتروح تشين نادي المدرسة وهي مغطية راسها وبيجري عليها ليه، ولما شاف حالتها سألها حصل ليها ايه، وهو زعلان علشانها جدا. فقالت له انها وهي ماشية اتخبطت في شيء، فسألها ليه ازاي خبطة تعمل فيكي كل ده؟ فقال لها لازم تتعلمي لعبة قتالية علشان تقدري تحمي نفسك. فقالت له بص كلام في سرك، لو حد سألك حصل لي ايه قول لهم كنت بدربك على التايكوندو وضربتني عن طريق الخطأ. فقال لها ليه انا ما اقدرش اضربك اصلا، انتي معلمتي. فقالت له علشان انا معلمتك فلازم تسمع كلامي في اللي بقولك عليه ده. وفجأة بيدخل عليهم تانج وي فقال له ليه انا ضربت تشين بالغلط؟ فقالت له مش ده يا غبي. فجأة بيتم الاعلان في الاكاديمية بصوت عالي ان الطالبة تشين خلفت كل قواعد الاكاديمية باشتراكها في الانشطة اللعب القمار خارج الاكاديمية، والاكاديمية مش هتتسامح ابدا في ده، وقررت الاكاديمية طردها. فراحت تشين بكل غضب للمديرة بعد ما شالت غطاء راسها، ولما دخلت على المديرة قالت لها المديرة بكل غضب انتي محدش علمك تخبطي على الباب الاول قبل ما تدخلي. وبتكمل المديرة توبيخ فيها وبتقول لها ازاي طالبة يكون عندها سجلات جنائية في مكتب الشرطة وما عداش على التحقك بالاكاديمية ايام قليلة ودمرتي سمعة الاكاديمية، يا ريت ترجعي للزبالة اللي جيتي منها، ويا ريت ما تقفيش قدامي وتتظاهري بالشفقة. فبيدخل وانج عليهم وبيطلب من المديرة تعيد نظر في طرد تشين، وقال لها ان هو اللي اجبرها على المقامرة في صالة البلياردو. فقالت له المديرة انها هتعاقب اي شخص يسيء لسمعة الاكاديمية حتى لو كان هو. فحاولت تشين تدافع عنه لانه بيكذب علشان ينقذها، فقطعها وانج وطلب من المديرة تديهم فرصة تانية وبيجري بيها لخارج المكتب. ولما بيقابلهم الجميع حكت لهم تشين عن محاولة وانج لإنقاذها، لكن المديرة هتطرده بسببها. فغضب تانج وي وجرى على المديرة علشان ينقذ الموقف. ولما بيرجع تانج وي قال انه خفف عقاب تشين وانها تنظف حمامات الاكاديمية كلها لمدة اسبوع. وقالت تشانج ان بسبب سيطرة اهل تانج وي على ادارة الاكاديمية بتمنحوا الاكاديمية بعض الاستثناءات. فشكرته تشين جدا وسألته لو وانج هينظف معاها الحمامات، فقال لها تانج وي انت فقط،
لان المديره مش غبيه وعارفه كويس ان وانج لا يمكن يروح الاماكن دي، وبتروح بالفعل تشين تنظف الحمامات كل يوم وبيساعدها كمان ليه. واخيرا بتخلص الاسبوع كله، ولما بيروح لها دان وبيهنيها اخيرا على اتمام عقابها، فقالت له انها لازم تشكر تانج وي على انقاذه ليها. فقال لها دان انت فاكره ان تانج وي كان في الاساس بيساعدك؟ هو ما قدرش يقعد يتفرج لما شاف صديقه الوحيد وانج متورط معاكي، والحقيقه ان تانج وي كان شخص وحيد من صغره ومحدش بيقدر يقرب منه بسبب عائلته المهمه، وكان منعزل وما كانش عنده اي اصدقاء، وتدريجيا اتعود على انه يكون لوحده وما كانش بيحب التفاعل مع الاخرين اطلاقا. ولحسن الحظ أهل وانج انتقلوا البيت جنبهم وبقوا جيران سوا، وبعدها واحدة واحدة اتعرف تانج وي على وانج وبقوا أصدقاء، وأعطاله وانج خاتم الصداقة الأبدي، ومن ساعتها وهما الاتنين أقرب صديقين لبعض. وكانت تشين سعيدة بسماع قصتهم جدا، وبيشكر وانج تانج وي على إنقاذه لتشين. فقال له تانج وي في الواقع الموضوع ما انتهاش، فاتفاجئ وانج وقال له تانج وي انه عمل اتفاق مع المديره انهم لو فازوا بمسابقه السنوكر الجايه هيخلوا تشين معاهم في الفريق، ولو خسروا في المسابقه فهي هتمشي تشين. فقال له وانج وهو متضايق ليه ما قلتليش قبل كده؟ فقال له تانج وي لانه كان بينقذ الموقف وكان يستحيل ياخد راي حد ساعتها. وبيروحوا كلهم يتغدوا سوا بعد ما تشين انتهت من عقابها، وبتشكر تشين الجميع على مساعدتهم ليها جدا، وان ما كانش يصح انها تخطئ لسمعه الاكاديميه. فقالت لها تشانج ان هم بشر وطبيعي ان هم يخطئوا. وبعد العشاء بيقول وانج لتانج وي انه مش قادر يوافق على الاتفاق اللي عمله مع المديره، فتاسف له تانج وي وقال له انه ما كانش عنده اي حل تاني. فقال له وانج انه مش بيلومه وانه حاسس ان المديره مستهدفه النادي بتاعهم. فقال له تانج وي لازم نبذل جهدنا، وساله لو هيقول لتشين وانها بنت قويه جدا ومش هيهمها امر زي ده. وبيجتمع وانج بالجميع في النادي وبيقول لهم من النهارده هنعمل تدريبات مكثفه لمده اسبوعين، وبدا يعلمهم قواعد لعبه السنوكر. والبقيه متضايقين لانهم هيشاركوا بالبطوله بدون اي مقابل. فرد عليهم دان وقال لهم ان ده تكريم لنادي البلياردو بتاعهم، وعلشان يحمسهم وانج قال لهم ان اللي هيفوز فيهم هيعملوا تدريب خاص في شركه والده. ولما بتوصل تشانج وتشين للنادي فسالهم دان ايه اللي جابكم هنا يوم الاجازه؟ فقالت لهم تشانج ان هم جايين يساعدوهم، وبتوزع تشانج وتشين عليهم الوجبات، وبيبدا يشرح وانج للجميع ازاي يقدروا يفوزوا بلعبه السنوكر، وقال لهم ان طاوله اللعبه بتكون اكبر من اللي بيستخدموها في العاده. وتشانج معجبه بوانج جدا علشان كده مصرة تقعد معاهم، وقال لهم وانج ان هم يقدروا يلعبوا اللعبة دي بشخصين او اكتر، وبيستخدم اللاعبين نفس الكرة الاساسية علشان يضربوا بقية الكرات المستهدفة، واللي هم 21 كرة. 15 كرة حمراء تقدر تحصل على نقطة لكل كرة، اما الكرة الصفراء فتقدر تحصل على نقطتين، والكرة الخضراء 3 نقاط، والبني 4 نقاط، اما الزرقاء ف5 نقاط، والكرة الوردية 6 نقاط، أما عن السوداء ف7 نقاط. وبيتم الأول وضع الكرات الحمراء في الجيوب لحد ما تخلص كلها، بعدها الكرات الملونة، وبيتم تحديد نتيجة كل المباريات بعدد نقاط كل فريق، واللي بيسجل أكتر بيفوز، ولو نزلت أي كرة ملونة قبل ميعادها بيتم خصم منك نقاط. وبيبدأ الجميع يتمرنوا على حسب تعاليم وانج، ولما بيطلب واحد من الفريق من وانج أجازة بيرفض وانج لأن اللعبة أهم ومفيش أهم منها دلوقتي. فاتدخلت تشين وقالت لوانج إن أساليب تدريباته قاسية جدا لأنها مجرد لعبة، فقال لها وانج إن الموضوع مش من شأنها، فقالت تشين إنها عايزة مصلحة الجميع. فقال لها وانج إنها ما بتحبش غير الفوضى وإنه رئيس النادي، وطلب منها ما تتدخلش ما بينهم. فقالت تشين إن عندها شغل ومش هتضيع وقتها بوجودها هنا مع أي حد ما بيحترمهاش. فقال دان لوانج إن كلامه كان سيء جدا لتشين، وكان كلامه قاسي عليها جدا، وتشين ملهاش ذنب في كل ده. نروح لاخو تشين اللي بيروح لها في مكان شغلها، فقالت له تشين مش انا قلت لك قبل كده ما تجيليش في مكان شغلي؟ فقال لها انه جاي يعتذر لها. فقالت له تشين انا مش هقبل منك اي اعتذار الا لما توقف شغلك مع راجل العصابات. فبيظهر وانج متعصب وقال له انا بشوفك كتير مع تشين، وقال له ان كل اللي حصل لتشين ده بسببه، وبينزل ضرب فيه، وقال له ما تورينيش وشك هنا تاني ولا تحاول تقرب من تشين. فوافقته تشين وقالت له ان هو اخوها، فاستغرب وانج جدا. وكملت تشين وقالت له انه اخوها الكبير كمان، وانها ما بتحبش تجيب سيرته لانه متخانق مع جدتها من فتره وبقاله فتره سايبهم. فاعتذر لها وانج عن معاملته معاها في الاكاديميه، وانه الفتره دي اعصابه متوتره بسبب مسابقه السنوكر. وبعدها بتظهر صاحبه المحل اللي بتشتغل فيه تشين، فبيعجب بيها اخوها جدا، وبتاخدهم تشين على دراجتها وبتوصل اخوها للمستشفى علشان يطمنوا عليه. ولما بيوصلوا للنادي في الاكاديميه بيستغرب وانج ان الجميع مش موجودين. فقالت له تشين ان هم جم بالفعل، لكنها كذبت عليهم وقالت لهم ان النهارده اجازه للجميع. فزعق لها وانج وقال لها عملتي كده ليه، وان مستواهم ما يسمح لهمش بانهم ياخدوا اجازه، وقال ان هو هيتصل بيهم دلوقتي حالا. فمنعته تشين وقالت له انها عارفه ان اللعبه مهمه جدا، بس الجميع متعبين بما فيهم الكفايه وما ارتاحوش ولا يوم، وساعتها التدريب مش هيكون فعال بالنسبه لهم. فقال لها انه مش عايز يتناقش في الامور دي. فقالت له تشين انها اكتر واحده حابه ان هم يفوزوا بالبطوله، لكن لازم ما ينسوش نفسهم ولازم ياخدوا قسط من الراحه. وقالت له
ان متجر الزهور اللي بتشتغل فيه مشغول كتير جدا النهارده، وفي طلبات كتيره جدا يرسلوها للزباين، فاخدته تشين معاها وهو معترض وبيقول لها انت مش بتقولي ان انا لازم ارتاح اقوم اجي معاكي شغلك؟ فقالت له اسكت وهفهمك بعدين. وبتاخده تشين معاها وبتوصل الزهور لجميع الزباين، ومن ضمن الزباين سيدة عجوزة، وكانت سعيدة جدا من إرسال زوجها ليها باقة زهور، لكن فجأة بتتعب جدا وبيرسلوها للمستشفى، وبيوصل لها زوجها وهو قلقان عليها جدا، وبيشكروا تشين ووانج على طيبة قلبهم. ولما بيروحوا يوصلوا باقة الزهور الأخيرة بيستغربوا جدا لأن العنوان هو محل الزهور اللي بتشتغل فيه تشين، وفجأة بتكتشف تشين إن أخوها هو اللي طالب الزهور لأو يانج صاحبة محل الزهور لأنه بيستلطفها جدا. فغضبت تشين منه جدا وقالت له إن هو ما يستاهلش يحب واحدة طيبة زي وانج، فقال لها إنه ليه الحق يحب زي الجميع. فقالت له تشين قبل ما تاخد الزهور لازم تجيب المال الأول، فقال لها إنها عارفة إن هو ما معهوش أي مال، لكن لما تحب أويانج متجر الزهور ده كله هيبقى بتاعهم كلهم. فراحت تشين ضرباه بالزهور لأنه شخص طماع. ولما بتطلع لهم أويانج لخارج المحل بسبب الدوشة اللي سمعتها، أخد أخو تشين الزهور وقال لها إن هو بيحبها، وكان ردة فعل أويانج عليه إنها ممتنة ليه جدا. بعد العمل طول اليوم بتروح تشين ووانج المطعم وبيغنوا سوا وبيكملوا شرب عصير الليمون سوا. وقال وانج لتشين إنه كان سعيد بتجربة اليوم جدا معاها، فقالت له تشين إن ده السبب في إنها تاخده معاها، وبيقرب الاتنين من بعض أكتر وبيكون باين عليهم إعجابهم ببعض جدا.